برازق تارت 250 جرام طحين، نضيف فوق ال 125 جرام زبدة وبنفركن كتير منيح لحتى نوصل لهذا القوام. بنضيف عليهم 100 جرام سكر، 50 جرام مي، و25 جرام قطر، رشة ملح. هلا بنحركهم كتير منيح. صارت معنا العجينة بهذا القوام، بنحطها بالبراد لمدة 30 دقيقة تقريبا. بنجيب العجينة تكون صارت معنا بهذا القوام، ما عم تلزق. ورقة زبدة بنحط فوق العجينة، ورقة زبدة ثانية بنفردها بالشوبك بهذا الشكل. فوت هي العجينة على الفريزر لحتى تجمد. وهلا بعد ما طلعنا العجينة بنرش أول طبقة بالفستق بهذا الشكل. بنحط الورقة مرة ثانية فوقها، نضغط عليها شوي شوي بهذا الشكل. نقلب العجينة على الجهة الثانية، نرشها بالسمسم، نحط الورقة مرة ثانية، بنفردها كمان مرة بهذا الشكل. وهلأ بنقطع العجينة. ورقة زبدة نحطها بهذا الشكل، نضغط على مهلنا، نحط فوقهم شوية عدس أو رز. وفيكم تعملوا الورقة هيك أريحكم للشغل. نحطهم بالفرن بدرجة حرارة 170 بدون مروحة لمدة 15 أو 20 دقيقة. شوي من القوالب بهذا الشكل، وبندهن القوالب بشوية زبدة. هلا بنرجع بنحطهم بالفرن لمدة 5 دقائق بدرجة حرارة 180. أنا رح أحشي التارت بجناج التمر، وانتو فيكم تحشوه أي شيء بدكم إياه. بنرشه بشوية فستق بهذا الشكل، تمر، أكيد كافيار القطر، ورد مجفف،